لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال، وتكون بالشهوات، وتكون بالشبهات، وتكون بالجميع، بالقتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن القائد فيها خير من القائم، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرفها تستشرفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والفرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا، وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعة. فالشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة: شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء، إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير، ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير، وكثرة المنحرفين والذين يقودون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتبعوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة في الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يفضي به إلى السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال.
وأما فتن الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم، فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه، ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه. والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لأن الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إيثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستثقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من شرب السكرات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير حق بالرشوة والخيانة والغش في المعاملة. فلهذا يستخدمون الدين ويودون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. فهذه كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان، على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
ولا ندخلنهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والمقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم. فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ولغاب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشايخ الثلاثة وبعضهم حضروا يحضروا. لا بأس. نعم. مثلا في أسئلة. نعم. كان أحد له أسئلة. أنا معك أسئلة منها. معدة. معدة. هذه المدوة. إن شاء الله. لا من يعني. لا يعني عناصر يعني. إيه؟ لا ما أعرف شيء. نعم. ما جاء. نعم. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني فضيلة سماع الشيخ إني عثرت على ساعة منذ شهر ونصف وأعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص على أن قيمتها 250 ريال تقريبا فماذا أفعل بها وجزاكم الله خير. هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة. عليه يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في الشهر مرتين 3 4. من له الساعة من له الساعة من له الساعة. فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها. وإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر مال. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد 2 أو 3 أو أكثر أعطاه إياها. نعم. إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده قبل رأسه وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم. بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم. بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا أصابعه بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الأحاديث أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للأجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده بل ولا الصافح أيضا بل يكون بالكلام التحية بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانة وما أشبه من الكلام الطيب. نعم. ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق 7 أذرع إلا قيل له أي إلى أين تذهب يا فاسق؟ ما لا أصل هذا ليس بحديث عن النبي هذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت في النهي عن رفع شيء. نعم. اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب. وإنما جاء المسألة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من إحراق الساعة تطاول البنيان هذا اللي جاء
في أشراط الساعة، تطاول البنيان من أشراط الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من أشراطها أن تلد الأمة ربتها، هذا من أشراطها هو جائز، تسري والسيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك مارية، فإنها جارية وقد تسراها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط الكثرة من أشراط الساعة وليس بحرام. وقد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقت كثرة الرقة وقيام الجهاد. نعم. هل يجوز السؤال الثاني كان بيسأل عن الدجاج واللحوم المذبوحة؟ كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحل، لأن الله أباح لنا طعامهم وجعل نساءهم المحصنات وطعامهم حلا لنا. فما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو من شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء المعين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذبح مسلما، إذا ذبحها بغير الشرعي حتى ولو كان مسلما، إذا خنقها أو ضربها بالمثقل حتى ماتت تصير موقودة فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصل في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإننا لا نأكل ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين فذبائحهم لا تحل. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر ولا دين له. فالحاصل أن بلاد الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان من بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل فيه تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه. نعم. ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يوثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه. إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا أو لا يجوز؟ كتبوا بخط رديء. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب السنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا أو لا يجوز؟ إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضعات أو أكثر، ولو أقل من السنة. إذا رضع رضاعا شرعيا بالحولين 5 رضعات أو أكثر صار ابنا لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصارت أولاده حينئذ أبناء أخ أبناء ابن لأخيه من الرضاع، صار أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هم اصلا اولاد اخيه بدون حتى رضاعه، يعني محرمات عليه غير محرمات بس ابناء نعم. اذا رأت بنتي وضعت من امراه اخرى، هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟ نعم. هذا يرضع، هذا يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعها 5 مرات فأكثر، ولا حرج عليه ينكح من بنات هذه المرضعة لأنها ما لها تعلق بكونهن أخوات لبنته، لكن نفسه ولا في بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم أختا لأمهم. أما والد البنت فلا حرج عليه يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو ببناتها التي من غير التي غير بنته. هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟ الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب يعني سوارين، فقال تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك يسور الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال ألقتهما وقعتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبسه أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لا ليس بالحلي زكاة. فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا لللبس ولا للعارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف فيما إذا كان لللبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخر حتى تباع في وقت الحاجة، هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس أو من اللآلي أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده لللبس من اللآلي والناس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. نعم. إذا هي تبيع منه وتؤدي الزكاة يعني. نعم. حتى ولا يستهلك منه ولا من غيره. على مدار الزمن. تؤدي منه ولا من غيره. لو يستهلك. نعم. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعلم به شيء، النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم به شيء حديث صحيح يدل على كراهته والنهي عنه. أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى، أرخوا اللحى أو أعفوا اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية. وفي إمكانك أن تدرس الكليات الأخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل، فإذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم، وإلا فليس بملزم لهذا في هذه البلاد. أما في البلاد الأخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسلمين
الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق العيد. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتب لنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم، حتى نتكلم عن المسؤولين في ذلك. نعم. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ ساعات الصليب معروفة، صور الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعل بقعة عليه تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحد وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى، سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة لا يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو اليسرى فلا حرج في ذلك، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا، في الخنص من اليمنى واليسرى، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم. حجزت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس. لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه، يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك، لأنه لا ينبغي المخاطرة بالنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف في رمي الجمار وأشباه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر، أو تشكو مرضا أو حبلى أو معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن في الرمي عن نفسه وعن موكلاته، كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله الذين معه وصبيانه الذين يحج بهم، لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة، فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا، أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟ إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يترك الواجب بشيء مكروه. إذا جاء الواجب جاءت الكراهة، فإذا كان في حمام فيه مغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان بإمكان الخروج فالأولى الخروج ويسمي خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية يتوضأ فيها. نعم. هناك بعض أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج، يتوضأ فرع الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ ويسبغ الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه سنة بعد الوضوء، فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام، لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم. كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من الأعضاء يدعي يجيب الدعاء. هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس، عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسنون
وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه تسود الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند مسح الراس اللهم اغفر تحت ظل عرشك ولا ظل الا ظلك، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط. هذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي شيء عليه الصلاه والسلام، فلا تستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء، وإنما المستحب شيئان: أول أحدهما عند البدء التسمية، والثاني بعد الفراغ الشهادة. هذا هو المشروع في الوضوء. نعم. هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟ هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقبال العمال، يكفلهم تحت كفالته ويأخذ منهم شيئا يعني من نسبة المعروفة كثلث كسبهم أو ربع كسبهم أو ما أشبه ذلك، وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس، وإن شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم، والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر في الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير طبع، بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه والواحد له معاش معلوم يعملون عنده وعند غيره، هذا لا بأس به، لأن قد ملك منافعهم، فإذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك كل واحد له كذا من الدراهم معلومة 500 كل شهر، ثم هو يعني صرفهم في الناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له، ويعطيهم معاشهم، وإذا استعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون في جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إذا العمل الذي تم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عليه. البعض منهم ما يصلي ما يعرفون الله ضغط عند البعض. لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم من المسلمين، لأن هذه جزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط، لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده، فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال عبادة ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر ومن شر ومكره وعلى أثرة علينا وأن ما جعل أمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال لما سألوا عن قتال قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستخدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكن أن يستغني عنهم بأناس مسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي، وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متأكد، واستخدامه إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تبدو له الضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينار،
نعم. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ غيرها مثل الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكون ضرر، فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدموا إذا كانوا يضرون المسلمين، أو يستخدموهم بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك لا تقدم في غير الجزيرة. وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها في غير الجزيرة لا بأس وذنبهم عليهم ولو شربوا الخمر ولو شربوا في بيوتهم لا يكره الناس غير المسلمين في بيوتهم. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟ هذا الشيخ الذي لهم إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا أهل العادات التي رتبت لهم جهة الحكومة كوجرة فلا بأس، وإلا فليس له يأخذ بغير رضاهم لا يجوز له، لأنه مكلف بجهة الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها، وهو شيخ القبيلة كالأمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من الضمان الاجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيء من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من 100 5 من 100 3 2 عن تعبه، إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاه فلا بأس. نعم. لو أجر من الدولة لو راتب المقصود سواء له أجر ولا له أجر ليس له أجر إلا برضاه حتى ولو فقير. نعم. هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟ سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في الفريضة أو في النافلة سجد سجود السهو، في الفريضة أمر واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم ذكر يعود فيقرأ التحيات ويسجد السهو. كذلك لو ركعتين يصلي 3 ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي سجود السهو، أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيأتي بالركوع ثم يسجد ثم إذا انتهت الصلاة يسجد السهو كفي النافلة كالفريضة. نعم. نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا، ما أعرف عنه. التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، وهو أن يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله كطعام لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك. هذا هو التورق والوعدة. يذهب زيد إلى عمرو يقول بعني قضايق 100 طاقة أو 100 كيس سكر أو كذا أو سيارة، بعني إياها إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره. هذه التورق ويسميها بعض الناس بوعده، وهي جائزة في أصح قول العلماء، المداينة جائزة وبيع إلى أجل جائز على الصحيح من أقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي مداينة إلى أجل، بيع إلى أجل. أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له تصرف فيه، إن شاء باعه
وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر، وإن شاء استعمل كان يستعمل، وإن شاء أكل إذا كان يؤكل، هذا إليه ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول في كتابه من على مشتري فيستعمل ما اشترى. والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح، فقد يشتري التاجر وهو تاجر البضاعة الكبيرة من أموال جزيلة إلى آجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التورق يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير ليوفي دينا أشغله أهله، أو ليتزوج، أو يشتري بيت سكن له، أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبائع. البائع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكن له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهة الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورق، يقال لها العينة، وهي من جنس التورق لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقود. هذا هو وجه المخالف. التورق وبيع العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم، سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له. فهذه معناها حيلة. السيارة جاءت حيلة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل، وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة جعلت واسطة. هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك، تشتري من طوائف أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعه عليه بأقل من المال الذي اشتريت هذا نقدا، هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس. إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يشاء الله، هذه التورق ولا حرج إذا كنت أردت المال الثمن. فينبغي العلم بالفرق بين الصورتين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند جمهور أهل العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى اشتهار ما حرم الله. أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها أو غير فهذه مصلحة ظاهرة للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينا أو يشتري بها مسكنا أو نحو ذلك. لا، فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق، إلى بيع التورق، وهو شراء السلعة إلى أجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد. هذه هي التورق. نعم. أنا عامل الثمن، وإذا اشتغلت مع واحد معه عامل لا يصلي وعرفت أنه لا يصلي، هل يجوز إذا جاء بالطعام أكل أشرب معه ولا لا؟ إذا جاء العامل من النشأ والعلم جاب الطعام بلا جميع، هذا يسأل عما إذا بني بالعمل عند إنسان وصار من جملة العمال وناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من سوريا أو من غيرها، فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس أن يأكل معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. فإذا أكل معهم إعارة ويبغضهم بالله وينصح لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وإن كانوا لا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهديهم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا كما من حول الناس. العملة السعودية وما يقابلها من الورق هذا، ويقابلها بالسعر عند سيارها، يعني قوم الذهب والفضة بالسعر الحالي بالورق. نعم. إذا كان قليلا، أما إذا كان ما يحتاج تقريب ربع العشر يكفي. نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا أهل البلد
القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة، ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأفضل في ذلك. إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أنه قد يبلغ، بلغ أنت. إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم، القاضي الذي عندكم، والأمير الذي عندكم، واستعن بالله ثم بالأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك. ولا يمكن البلاد كلها تكون أشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن. استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يوفى من البلد. يدعي الغيب في معالجته للمرضى هذا يؤدب، فإن تاب وإلا وجب قتله، إن دام عن الغيب كفر بالله نعوذ بالله. بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة، وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهجون، فما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا، يأتي بعض الناس من الشام أو من مصر أو من أفريقيا أو من نجد أو من غير ذلك ويلبوا بالعمرة في شوال أو في أول ذي القعدة أو في أثناء ذي القعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف من سكن الطائف حتى يمضي وقت، أو إلى جدة أو غير ذلك، وهم جاءوا للحج والعمرة جميعا. فقال ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويسقط عنه الدم بهذا السفر الذي جاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو الطائف ونحو ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض بدعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب إلى المدينة لأن الوقت في ساعة أو إلى الطائف يسكن فيها ويزور فيه أصحاب الله، وقالوا هذا لا يسقط عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب إلى المدينة ورجع بالحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يسقط عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في ترك الهدي، لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: من تمتع بعمرة الحج فمن استيسر من الهدي، ومن تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي، بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد، هذا عند عامة العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة في شوال ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد وقت الحج، هذا جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه، لأنه حينئذ جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ثم رجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، وإن أهدى تطوعا أو احتياطا فحسن. ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليه؟ السنة المسلم تغيير الشيء، لا يدعه أبيض، السنة له يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد مختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه الغالب عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيء بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء بالسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأن يجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالتارة بياضا قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه ويجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند وسنن أبي داود في كتاب جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يكون في آخر الزمان قوم يخلطون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد يدل على تحريم اختلاط السواد الخالص. نعم، السواد الخالص يعني يكون لا في خلط أحمر ولا أصفر، سواد ثابت
هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خلط فلا بأس. المسح على الجورب. أما مسح على الجورب فلا بأس. الجورب والخف يكون من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر إذا كان ساترا ويمسح على طهارة فإنه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسح على الجوارب، ولأنها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك الأحوث فلا بأس بذلك. لا هو صحيح ما عليه دليل على الشرع. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومان 11 والثاني عشر والثلاثة 13 مع ذلك. هذه أيام من ثلاثة. يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحسب بعض العام أن يعد ما يعد منها. اليومان 11 والثاني عشر هذا التعجل، والذي لا يتعجل يمكن في 13 ولا يلزمه المبيت في الليلة 13. لكن إذا غابت عليه الشمس يلزمه يبيت ويبقى حتى تزول الشمس من يوم 13 فيرمي ثم ينفذ العشاء، وبعد هذا ينتهي الرمي. يوم 13 إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي. لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه الرمي 14 ولا في غيره، إن الرمي ينتهي في 13. إذا رمى بعد الزوال في 13 تم أمر الرمي، فلو بقي في منى 14 ما يلزمه رمي ولا بأس يرمي أو ينزل في الليل في الليلة 14. إنما هذا في الليلة 13 إذا بقي المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لأنه لم يتعجل، كما أفتى بها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيبقى حتى تزول الشمس من 13 ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر إذا شاء. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار جمع ذكر باليمنى وأفضل، لأن شأنه أنه كان يسبح بيمينه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يعلمه التيمم بتنعله وطهوره وترجله بشأنه كله، فكونه يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج. وقد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك، لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم. النعم المعروفة كانت اليمنى قبل اليسرى، وعند دخل اليسرى قبل اليمنى، وهكذا أحفاد المداد والسراويل والقميص تبدأ بكم الأيمن قبل الأيسر في اللبس، وتبدأ بالأيسر في الخلع من النعلين والخفين والملابس التي لها كمان. في اللبس تبدأ باليمين والخلع تبدأ باليسار، هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان الحديث الذي أصحاب التسبيح باليمين نعم هذا رواه الترمذي وأيضا أبو داود لا بأس هو الأفضل. نعم. ما هي فضيلة 4 ركعات بعد العشاء؟ الراتبة 2 ومن صلى 4 فلا بأس. قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي 4 قبل أيام عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل إنسان فلا بأس. وإن صلى 2 فهي الراتبة الإنسان يحافظ عليها بعد العشاء 2 ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم بالدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به. إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاهم إلى الله، يعني دعاهم إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح، ويبين لهم أن دينهم الذي هو اليهود منسوخ، وأن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وأن واجب على أهل الأرض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد بشريعته، وأن من مات على اليهودية والنصرانية فقد مات على غير الإسلام ويكون من أهل النار. يبين لهم هذا بالأسلوب الواضح وباللغات الواضحة التي يعرفونها، ولكن بالحكمة والكلام الطيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وأن هذا الإسلام هو الدين الحق ليس للجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولقد جاء بينهم الخمر
قد شاء بينهم الربا، قد شاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاء بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر بالأساليب الناجعة جيدة، ويقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء عليه المعاصي وأن البقاء عليها من أسباب دخول النار، من أسباب مرض القلوب، من أسباب الحراس عن الهدى، من أسباب الزيغ إلى غير ذلك. فهو يستعمل الأسلوب الناجع مع بيان الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان غير عرب أو كان هم عرب وهو غير عربي فيستعين بالترجمة. نعم. نستهدف الأسئلة والإجابة عليها. تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي ال 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي ال 500 الباقية؟ هذا يسأل عن خراب سيارة بيسار بعض الشركات أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب 1300 فيتحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنهم أعطوه برضاهم. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد. أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح بما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة فإن السنة أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، ويصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحث على جماعة بغير تقييد من الجماعة الأولى، عمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أو لو صلاة 27 درجة والله ب 25 ضعفا، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل كان صلاته وحده، صلاته مع الرجل كان صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا فقال الذي لبعض الحاضرين من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة. وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه يصلي جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصحيح من القولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أدرك جماعة يصلوا جماعة اغتناما لهذه الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا ويصلون أفرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه. حلف علي شخص أو حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا هل تتكرر الكفارة أيضا؟ إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له غنيمة وحلف أن لا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حق اليمين ولو أنه بلفظ الحرام والطلاق. ولهذا إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغنيمة أو من هذه الذبيحة وليس قصده تحريم أهله ولا ليس قصده مذاق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، فهذه حكم حق اليمين لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم قال فرض الله تحلة أيمانكم. والمقصود أن مثل هذا حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة فإن التكرار حكم واحدة في كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من سبب أو غيره، أو كسوته يعطى كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. لكن إذا كان الموضوع يختلف أيضا يعني كل موضوع له كفارة. نعم
إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لك الصلاة. لو قال يعني بعد ما رأى أن صاحب ذبحها فقال استغفر الله وأتوب إليه. يعني لو ما استغفر يأكل ولو ما استغفر يكفر كفارته. لأنه مو بذنب هذا الحادث مو بذنب إنما تركه أولى. أما التحريم وعليه الحرام هذا ذنب يستغفر ربنا. يعني صيغة التحريم وعليه الحرام. ليس المسلم يحرم ما أحل الله به. يقع عليه الحرام إنما يأكل هذا الشيء أو عليه الحرام من بيت فلان أو كذا ما ينبغي هذا يكون ذنب معصية فينبغي له التوبة من ذلك مع كفارة يمين إذا حلف ما حلف على تركه. إذا حلف رجل يمين وقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟ هذا حكم اليمين، صيام سنة أو عليه حج إلى بيت الله أو عليه كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مقصود المنع، هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود منع هذا من التصرف، مقصود منع من الذبيحة. هذا حكم اليمين ولا شيء عليه سوى ذلك، يفرق بين إلى أكل. أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟ إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطيعن أن يصون المرأة الطفلة ويصون إليها، فماتت الطفلة بعد ذلك فلا حرج، ما حرج أن والدها مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد اعتنت بها. أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت شيء يوجب موت الطفلة، هذا يثوب على الطفل على البنت التي تركت عندها الطفلة وكفرت عليها لا على المسافرة ما عليها شيء، لكن تركتها يصونها ويقوى على ذلك لا شيء عليه. ماذا يقال في تشميس العاطف؟ إذا عطف الإنسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطف أحدهم فيقول الحمد لله وليقول له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة. أما الذي لا يحمد الله يسكت لا يكمل، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله، يقول له يرحمك الله وهو يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يقول يهدينا ويهديكم الله، لا الأفضل يقول كنا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم. مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم، لا بأس بالمتاجرة معها شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء السلاح، لا بأس، هذا لا يلزم منه موالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إحسان دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، فهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك إذا كان لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهود طعاما واشترى من أعرابهم كافر غنما إلى غير ذلك، فالبيع والشراء مع كفرة لا حرج فيه، ممنوع الموالاة، محبة دينهم، موالاتهم محبتهم، نصر مع المسلمين، هذا ممنوع. أما يكون يشتري منهم أو يتاجر معهم مع بغضه في الله فلا حرج في ذلك. لي أخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض، والسبب أنها جاهلة بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟ على التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وما عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك، لأنها خرجت الصيام بغير حق، فعليها الصوم القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها إن ما عليك شيء. أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام
واما الصلاه فلا تقضى. قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمراه اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد الطهر ان تقضي ما افطرته من ايام رمضان في بقيه السنه قبل رمضان الثاني، فاذا جاء رمضان تقضي اثمت وعليها القضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان. اما الصلاه فلا تقضى، وهذا من رحمه الله جل وعلا. صلاه الحيض والنفاس لا تقضى لانها تكرر كثيرا، ولو أجلت بالقضاء لشق عليها ذلك كثيرا، فمن رحمه الله ان اسقط عنها ذلك وجعل الصلاه تكفر عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمه الله جل وعلا. اما الصوم فيجب قضاؤه وما رمضان الناس. سؤال في بعض الناس الذين يمرضون ويعمل لهم عمليات ياتي الاوقات يعني صلوات لم يتلوها يعني وهم يعني بالغمى او بالعمليات هل يتلوها اذا؟ هذا غلط من بعض المرات. بعض المرة ذكر به السائل بعض المرة لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته، ان كان يستطيع القيام صلى قائما، إذا ما يستطيع القيام صلى قاعدا، إذا ما يستطيع القعود صلى على جنبه، إذا كان يستطيع على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن حصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمرض قال صل قائما وإن لم تستطع قاعدا وإن لم تستطع على جنب وإن لم تستطع مستقيما. هكذا يجب عليك يا عبد الله، ولا يجوز لك التأخير يقول أنا الآن مريض وأنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا، لا، صلي على حسب حالك ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصواب. إذا شق عليك الماء بالمرض أو ما تيسر من يأتيك بالماء لأن ما عندك أحد يلاحظك ولا يتيسر من الممرضين المجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المرأة والمرأة جميعا عليهم الصلاة في هذا المرض بدليله ولو أنها لغير القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي على حسب حاله، إن تيسر له أن يتوضأ وأن يصلي القبلة فعل ذلك وجب عليه ذلك، فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس عليه إلا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا تيسر من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنة للطهارة للصلاة ويغسله من أوساخه، إذا تيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق عليه المرض وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يضره يعني ما يضر المرض هذا ويزيده ألما فإنه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في إناء أو في كيس أو في أشباه ذلك، فيضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه، ويكون يعجز الذي يغاليه يضرب التراب بيديه ويمسح بوجه المريض وكفيه بإذنه وأمره ويكفي هذا، ثم هو يصلي على سبيل الحمد. كان قاعد صلى بالإيمان، كان السجود في الأرض صلى بالإيمان، وجاء السجود يخرج من الركوع بالنية ويخفض رأسه وظهره حسب طاقته، وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بالأذكار المشروعة في كل وقت، ويكبر ويقرأ لأول الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا. ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك، والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى ويقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما يجب ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات وأشباه ذلك، فإذا كانت أيام كثيرة سقط عنه الصلاة. أما إذا كانت يومين كان مدة يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي بسبب الغش الذي أصابه، لأن هذا نوع من الإغناء. إذا كان مدة يسيرة يقضي، أما إذا كان مدة طويلة فهو حكم مجنون والمحسوس لا قضاء عليه. يغسل كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها. الصلاة اللي حلت عن مثل العشاء وعليه فروض واجب. صلي صلاة في وقتها وقت الفروض. صلي هالوقت هذه. صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي في صلاتها.
هل من الممكن أخ بيسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ هذا إلى المحاضرين إذا حرم كل محاضر له شأنه، والعادة أن الأشياء تكون بعد المحاضرة، لأن قد يكون لها تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرات قد تقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا أعرف عنها شيئا، لكن إذا عرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثر العلم، ولأن هذا فيه استعمال لما حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصحت هذا الخبر على قائله عدد. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسيا فوتوغرافيا أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير. كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار له بكل صورة صورها نفس عذاب بها جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا وكانوا مصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: وحشوا ما خلقتم. ولما ثبت عنه وكأنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. هذه الأحاديث وما جاء بها كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه. ولأنه لما رأى تصاوير في ستر عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: وحشوا ما خلقتم. وستر وأخذته عائشة وانزقته وجعله أسادتين ينتهنهما عليه الصلاة والسلام. ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يشفر الماء ويزيل هذه الصور بالثوب حتى نحاها من الجدار. هذا هو الواضح من سنته عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراغي، المفعول الراغي، إلا إذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز الذي يحتاج إلى جواز السفر أو رخصة القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون وأشبه الناس بالمكره، فنرجو أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة دعتهم إلى ذلك. لا يصلح هذا وكلها ممنوعة، يعني الكبار ولا الصغار، يجعل له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها الصغار لا بأس، لعب عادية ما فيها صور. نعم. المال يكتب من الحرام لا يجوز، المال يكتب من الحرام كله من الربا أو من الصور أو من غيرها، المال لا يجوز. والحج صحيح وهو آثم، حجه صحيح وهو آثم. إثمها عليهم، لا تصور أنت وإثمها عليهم، لا تصور أنت وإثمها عليهم، اللي صوروها عليهم الإثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور. المصيبة أنهم يطلبون منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل، إذا كنت لا تصور أسهل، لكن لا يجوز فائدة من منافع هذا الحيوان، تقرأ ويجب تأخذ منافع هذا الحيوان خواص هذا الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى للفائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في كتب الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات، لكن كتب معروفة. نعم. في رجل يقول إن الدعاء في صلاة الفريضة لا يجوز للوالدين، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختمة لوالديه، وإذا بات يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه. أفيدون. أما الدعاء في الصلاة فلا بأس يكون لنفسه ولوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين والمسلمين، فإذا دعا في الصلاة في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه
أو للمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده، هذا تحجر لواسع، لا، يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاة وغيرها، في السجود، في التحيات، في الفريضة، في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا يستجاب لكم. ولم يقل في النافلة فقط، بل عمم. قال لما علم أصحابه التحيات قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ولم يقل لنفسه. فإذا قال: اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اصلح حال المسلمين، أو اللهم اغفر دينك، أو اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين، كله طيب في الفريضة والنافلة. أما يقول بعض العامة أنه لا يدعو لنفسه، هذا قول لا أساس له. وأما تثويب القراءة والطواف لوالديه أو لغيرهم من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به، ويقول إن هذا من جنس الضحية عنهم، من الصدقة عنهم، من جنس الدعاء لهم. هذا قول الأكثرين، يقول لا بأس أن يطوف عن الميت، يثوب لها الطواف، يثوب لها صلاة، يثوب لها قراءة، لا بأس. وقال آخر من العلم: لولا يقتصر على الوارد، لولا أن يقتصر على الوارد مثل الصوم عن الميت كان يصوم، مثل الحج عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقة عنه، هذا الوارد. ومن ما ورد مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له هذا ما ورد، فتركه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى، ولا ينبغي التشديد في هذا، لكن قال هذا أولى، هو يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه، يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما أن ينوي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب من أجل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته، هذا ما له أصل واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والدعاء عن العاجز والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وبعض أهل قال لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله. ولكن لا نقول أنه يحرم أو أنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى